الاهلي والزمالك، فوز كبير وفوز مستحق الحقيقه للنادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. الحقيقه فوز كبير وفوز غالي بالتاكيد. معنا الان او انطباعات الجماهير، ناخد انطباعات الجماهير في حاله فوز الاهلي بعد المباراه. خلينا ناخد رايكم الاول بعد المباراه، رايك في المباراه ايه؟ والله الف مبروك نادي الاهلي وجماهيره، واحنا غير راضيين عن فريق نادي الزمالك وعن اداء نادي الزمالك. مش عارف، فرقه زي الزفت، فرقه مش. انا عايز اعرف يعني دلوقتي في حاجه، ايه اللي ناقصنا من وجهه نظرك انت كراجل زملكاوي؟ اللي ناقص نادي الزمالك ايه؟ مدرب محلي، مدرب من يعرف اللعيبه، يعرف يتفاهم مع اللعيبه. ما فيش مدرب اجنبي مش فاهم، مش عارف اللعيبه، مش عارف يتجانس مع اللعيبه. كان في اخطاء في التشكيل كتير، طبعا كتير اخطاء في التشكيل. ده اللي سبب الهزيمه من النادي الاهلي النهارده. طبعا الفريق ما كانش موجود، ما فيش نادي الزمالك ده ما كانش موجود يعني. طيب ممكن يبقى الشوط الثاني كان افضل شويه بعض الشيء بعد التغييرات يعني، يمكن اخر 5 دقائق كده فاول شويه، بس دون جدوى جاب الجون الثاني، الاهلي جاب الثاني يعني. ماهر من هجمه مرتده. طيب خلينا بقى اتعرف عليك. مرعي السيد. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. طب اهلاوي طبعا، نقول مبروك الفوز للاهلي، ورايك في اداء النادي الاهلي النهارده ايه؟ والله 100 وكابتن حسام 100 وجمهور الاهلي كله جمهور عظيم ويستحقوا الفوز، والحمد لله وعقبال البطوله العربيه ودوري ابطال افريقيا والكاس المصري، وربنا يا رب يكرمنا كده دايما. مبروك الفوز. الف مبروك. اخد بقى رايك وانطباعاتك بعد مباراه الاهلي والزمالك. اتعرف عليك. حاتم عبد العليم. اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. طيب رايك ايه بقى في اداء نادي الزمالك النهارده، وهل كان يستحق الهزيمه ولا من وجهه نظرك؟ والله للاسف الفرقه ضعيفه جدا، وباينه ظاهره بشكل ضعيف جدا، واداء هزلي، ومنظومه اساسا من الاول للاخر عايزه تعديل كتير جدا، من اول المدرب، من اول الاداره، كله ده بسبب سوء الاداره. النهارده بيعتبر ماتش للاهلي كله، 5 دقائق للزمالك هم اللي في الماتش الموجود. والزمالك بيعتبر فرقه عظيمه، ما ينفعش تبان لجمهورها بالشكل ده. وبعدين زملكاوي حضرتك، اول حاجه ببارك نادي الاهلي بالفوز الكبير ده وحصوله على الدوري، وعاوز اقول ان سبب ان الاهلي بيكسب في كل مبارياته استقرار الاداره. استقرار اداره، استقرار اداره. اللعيبه ما تختلفش، هات لعيبه الزمالك، بل لعيبه الزمالك افضل امكانيات من لعيبه الاهلي، ولكن الاداره وتخبيطها وفي القرارات والحاجات دي هي اللي مسببه الكلام ده. يعني ليه الزمالك مثلا اقل حاجه الزمالك بتلعب النهارده بفريق ما فيهاش روح، الزمالك خالص ما فيهاش روح، ما فيهاش روح خالص. خدت بالك؟ سوء تشكيل، محسوبيات، ده بيلعب الحساب ده يعزف ده. خدت بالك؟ هي اللي مسألة الزمالك الكلام ده. وفي الاول والاخر بنقول الف مبروك للنادي الاهلي، واتمنى ان الروح تبقى جميله بين اللعيبه بالشكل ده اللي شفناه النهارده كده قبل السمره بس. عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول مبروك للنادي الاهلي، بس غلطان ان حسام البدري باع حجازي، الدفاع خطا علينا. حضرتك يعني حرام، يعني مصطفى فتحي مش مصطفى فتحي، شيكابالا اللي هو الاباتشي مش شيكابالا، يعني ما ينفعش. يعني ناس اخر ماتش في افريقيا ناس جايه من الاقصر واسوان وبحيره، خلي عندك دم شويه، يعني العب، عايزين نكسب الاهلي، العب. عايز تقول ايه بعد مباراه اهلاوي وزملكاوي؟ اهلاوي. عايز تقول مبروك للنادي الاهلي على الفوز العظيم، مبروك للنادي الاهلي على الدوري وعقبال بطوله افريقيا ان شاء الله، ربي عقبال بطوله افريقيا.